عايد المناع الكاتب والإعلامي الكويتي، وعبر سكايب من الدوحة السيد عبد العزيز آل إسحاق الإعلامي القطري. الكويت الحقيقة، وخاصة الحقيقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رجل دبلوماسي عريق ومنذ 1962، وهو الحقيقة يعالج الكثير من الجراحات في العالم العربي ومن المشاكل التي عانت منها دولنا، سواء في لبنان، في فلسطين والفلسطينيين والأردنيين، كثير الحقيقة، مصر والسعودية، العراق وسوريا، إيران والعراق، يعني هناك جهود الحقيقة. ويمكن حتى الوضع اليمني كان للكويت دور كبير في تهدئة الأمور ما بين الشمال والجنوب. لذلك ما أعتقد أن الكويت تيأس من إيجاد حل. الحقيقة الحل الحقيقي هو عند الأطراف المتنازعة. يعني اليوم إخواننا في قطر ينبغي أن يكونوا أكثر مرونة، أن يقدموا إضاءات للأمل تقول أنهم ممكن أن يتفاهموا مع الآخرين. ليس قضية تفاوض، وإنما في بعض الأمور لابد الحقيقة من الاستجابة لها، لأنه الأزمة ليست وليدة هذه اللحظة. هالأزمة بدأت على الأقل يعني كفعل 2013-14 عندما تم سحب السفراء، وهي جذورها تمتد إلى 1995. لذلك يعني قطر دولة شقيقة وعضو مؤسس وعزيز على الخليجيين كلهم الحقيقة، بما فيه الدول المقاطعة لها، ولكن هناك الحقيقة متطلبات لم تلبيها قطر في المرة الأولى، يعني وافقت عليها ولكنها لم تنفذها، وهذا يتطلب أنه يتم معالجة هذه الأمور. ولا السؤال لماذا هذه الدول الثلاثة زائد مصر وجدت نفسها مضطرة لاتخاذ الحد الأقصى من العقوبات وقد تتخذ ما هو أقصى من ذلك؟ هذا سؤال نطرحه على أهلنا وحبايبنا وإخواننا في قطر، ونقول لهم أنه لا يمكن ولا ينبغي لكم أن تضحوا بعلاقتكم مع إخوانكم الآخرين من أجل والله مكاسب معينة، والله احتضان مجاميع غير مرضي عنها، تحريض العلني على دول معينة من دول الخليج، احتضان الطائفيين وإعطائهم فرصة، تجنيس بعض المطرودين من بلدانهم وتغطيتهم قانونيا وحمايتهم. أيضا الحقيقة إيجاد علاقة متميزة مع إيران في الوقت الذي يخرج عن هذا السياق الخليجي بشكل أو بآخر. طيب دعنا ننقل كل هذا. التركية العجيبة، الفزعة التركية العجيبة بإرسال قوات إلى قطر في هذا الوقت الذي في أزمة ما بين الأشقاء، حقيقة خطوة غير موفقة نهائيا. سأعود إليها لأن هناك قوات أمريكية أصلا، سأعود إليها الآن. سأعود إليها. ما تحتاج قطر إلى كم جندي تركي في هذه الجوانب. طيب سأعود إلى هذه النقطة تحديدا. الخليج كله في قواعد، لكن هذه في هذا الوقت حقيقة استفزازية. سأعود حتى لا ندخل في تفاصيل كثيرة. دعنا نمسك الموضوع نقطة نقطة. سأعود إلى نقطة إرسال الجنود الأتراك إلى الدوحة، لكن أذهب إلى الدوحة مرة أخرى. أستاذ عبد العزيز، لماذا لا تبدي قطر بعضا من المرونة في التعاطي مع مطالب الدول المقاطعة لها؟ وهل يمكن لقطر أن تقدم بعض التنازلات للدول المقاطعة حتى لا تخسر محيطها وتخسر علاقاتها بشقيقاتها من الدول، كما تفضل أستاذ عبد العزيز من أستاذ عايد من الكويت؟ يا سيدي، ربما الجواب يكون في سؤالك، يعني كيف تقدم الدوحة مرونة لدول تحاصرها وتقاطعها وتصدر كل هذه التصريحات المعادية والتهديدات بشن عمل عسكري من خلال وزراء الخارجية ووزراء الدولة للشؤون الخارجية وقادة الشرطة فيها؟ كيف يمكن لدولة أن تتعامل بهذه المرونة مع دول تصدر منها هذه التصريحات؟ كيف أكون مرنا مع من يقاطعني يحاصرني على كل المستويات؟ التنازلات ليست موجودة هذه الكلمة في قاموس السياسة القطرية، وبالتالي الدوحة منذ اليوم الأول قالت أنها مستعدة للحوار. ودعني أتفق مع ضيفك الكريم الأستاذ عايد من الكويت بأن الدوحة تعول كثيرا على السياسة الكويتية لعدة أسباب. السبب الأول
أن ربان السفينة الكويتية وقائد هذه الوساطة هو صباح الأحمد الذي خبر الغرف السياسية لسنوات طويلة وطويلة، ولأن أيضا من يساند الشيخ صباح الأحمد هو الشعب الكويتي الذي يعتبر صاحب أكبر تجربة سياسية ديمقراطية في الخليج، وبالتالي الكويت قد تقود هذا الخلاف إلى بر الأمان إذا لم يكن يوم الأربعاء، ربما بعد أسبوع بعد شهر، لكنه في النهاية سينتهي إلى بر الأمان ككل الخلافات السابقة. ودعني أختلف مع فكرة إن شاء الله يا رب. أن الخلاف بدأ من 95 أو 20 عام. الحقيقة أن الخلاف بدأ تحديدا في 96 عندما قادت الإمارات والسعودية انقلابا في دولة قطر، انقلابا عسكريا فشل في ذلك الوقت بمساندة مصرية، ومن هنا بدأ الخلاف، ومن ثم مقاطعة هذه الدول للمؤتمر الاقتصادي في الدوحة كما نذكر في 96، ومن ثم الإجراءات الكثيرة اللاحقة ضد قطر، كان آخرها في 2014 عندما جلبت الإمارات 25 ألف جندي مصري للتدخل العسكري في دولة قطر، وكانوا على الحدود القطرية لولا التدخل في ذلك الوقت ومنعها من دخول دولة قطر، ومن ثم اتخذوا قرارهم بسحب السفراء لتغطية هذه الفضيحة العسكرية. الحقيقة لا يمكن إلقاء اللوم على الدوحة في أي إجراء تتخذه الدوحة حتى بالرفض هذه المطالب. كل هذه الاتهامات المرسلة للدوحة إيواء وتجنيد واحتضان كلها بلا أدلة، كلها لو فندناها نجدها أنها لا تساوي شيئا في مقابل من يحتضنه الأشقاء في دول مجلس التعاون. لو أخذنا مثالا بسيطا وصغيرا، لو وجدنا أن الدوحة وفق مؤشر السلام العالمي الصادر من الأمم المتحدة تتصدر المركز الأول عربيا وال34 دوليا، الدوحة حتى في داعش والقاعدة كأكبر منظمات إرهابية الآن في العالم لا وجود للقطريين في هذه المنظمات، بعكس الجنسيات الموجودة من الدول الشقيقة والتي تعد بالمئات والآلاف. وبالتالي عندما نتحدث عن الإرهاب يجب أن ننحي الدوحة جانبا. عندما نتحدث عن علاقات قطر مع إيران المتميزة يجب أن نذكر أن هذه المتميزة تعني أن قطر هي أقل دول الخليج في التعامل الاقتصادي مع إيران ب100 مليون دولار فقط، بينما العلاقة الإماراتية الإيرانية الاقتصادية تبلغ 32 مليار، وهناك فارق كبير جدا بين 32 مليار دولار و100 مليون دولار، ناهيك عن التعاون في الأمور السياسية والعسكرية الأخرى. لا يمكن الحديث عن إطلاق هذه التهم علاقة متميزة وارتماء في أحضان إيران بدون إثبات ذلك بأرقام وحقائق. قطر فقط ترتبط باتفاق أمني مع إيران، هذا الاتفاق ينص على اجتماع واحد في العام لحماية الحدود، كما هو حماية الحدود فقط من تجار المخدرات، كما هو نفس الاتفاق موقع بين السعودية وإيران. أما دون ذلك ففقط تشترك قطر في حقل الغاز مع إيران، وتحصل كل دولة على نصيبها وفق القوانين الدولية. وكما أعلن رئيس مؤسسة قطر للبترول أن العلاقة مع إيران في هذا المجال تحديدا عبارة عن اجتماع سنوي واحد يطلع فيه كل طرف الآخر على ما تم خلال هذا العام، وبالتالي كل هذه الاتهامات لا صحة لها وليست مقبولة من الدوحة. وهذه الاتهامات هي ما عزز الخلاف، هذا الكذب والافتراء من خلال هذه المطالب هو ما عزز هذا الخلاف، وهو ما جعل الدوحة أكثر تشددا في التعامل مع هذه المطالب. الدوحة تفتح ذراعيها لحوار متكافئ، لطاولة مفاوضات صريحة يلتزم فيها كل الأطراف بما يتخذ تحت مظلة مجلس التعاون وتحت إشراف الكويت والمنظمات الدولية. أما فكرة إملاء الأوامر فهذا غير مقبول لا من قبل القيادة القطرية ولا من الشعب القطري. وضحت هذه الفكرة، وأعود إلى الاستوديو مرة أخرى مع أستاذ مصطفى بالنظر إلى المواقف الدولية نفس الموضوع. طيب أعود إلى الكويت مرة أخرى أستاذ عايد المناع. أستاذ عايد، الآن برأيك بعد الرد القطري والاجتماع المنتظر غدا في القاهرة بين وزراء خارجية الدول الأربع، ما السيناريو المحتمل أو الأكثر احتمالا لتطور هذه الأزمة؟ أولا إذا سمحت لي تعليقات بسيطة على الأخوة الأفاضل. يعني ضيفك في الاستوديو يعني ثنى على كلام أخي عبد العزيز بانضمام أفراد من بعض الجنسيات سواء مصريين أو خليجيين إلى التنظيمات الإرهابية. يعني هذا الحقيقة هؤلاء مارقون أصلا عن دولهم ويفجروا في بلدانهم،
يعني هؤلاء إرهابيين، وبعض هؤلاء الحقيقة يتغذوا فكريا في الحقيقة أكاديمية التغيير الموجودة somewhere in the world، يعرفها عبد العزيز بالضبط وين صايرة. أوكي. أنتم مسألة إنه والله العدالة بالموضوع، يعني أنت صار انقلاب يوم الجمعة، السبت قائمة بآلاف الأساتذة والضباط والقضاة والمدرسين والمحامين، حولتهم آلاف فصلوا من خدمتهم، آلاف في السجون عندك في تركيا. وين ديمقراطيتك؟ على أستاذ عايد، هذا كان انقلاب عسكري واضح وصريح خرج بقوة السلاح وأسفر عن مقتل مدنيين أتراك تخطوا 243 قتيل وأكثر من 2000 مصاب. ماذا تريد من الحكومة التركية؟ أن تقابل هؤلاء بالورود والرياحين؟ في حين أن حكومات أخرى جاءت بصناديق الاقتراع تم الانقلاب عليها بقوة السلاح، دعمتم من انقلب عليها. يعني دعنا لا ندخل في هذا الجدل لأنه الحقيقة ليس موضوعي. وتجرهم بالشوارع وتهينهم وتهين ضباط الجيش، يصير انقلابات. تركيا طول عمرها في انقلابات، مو جديد عليها يعني. تكمل في هذا الطريق، ما فيش مشكلة. حقيقة أنه نكون غير موضوعيين. خليني مع عبد العزيز، خلصنا منك. انت خلك شو اسمه مدير حوار، اتفضل. مالك شغل في الموضوع. انا ماليش دخل في الموضوع، لكن من واجبي ان يعني اوضح الامور. انت جاهز قوي. لا خالص. طبعا اخي عبد العزيز، اسمح لي بس. اتفضل يا استاذ. احنا نتحاور في موضوع، خليه يجي على كم. اتفضل استاذ. اخي عبد العزيز يقول كيف تقدم الدوحة مرونة لدول تحاصرها. انا والله ماني معاك. اولا طبعا حصار او مقاطعه، خلينا نقول كلنا اجتهد باجتهاده. انا قلبي يتألم على قطر وهي تعاني ايا كان هذا الوضع، اهلي وناسي ما اقبل عليهم. لكن هل سألت نفسك يا عبد العزيز، هل يعقل انه هالدول الثلاثه الخليجيه، اتركني من غيرها، تقدم على هذه الخطوه دون ان تكون قد بذلت كل الجهود لتجنب ذلك ودون ان تألمت كثيرا؟ يا عبد العزيز خلينا نكون منصفين، خلينا نكون منصفين. ترى السعوديه ديرتك وقطر ديرتك، وبالتالي اسمع لي بس اكمل لو سمحت لي. هذا القرار ما بين يوم وليله. لو سمحت لي، هذا كان مرتب له. لو سمحت لي. نعم مو بين يوم وليله. اما اسمع لي بس عبد العزيز لو سمحت لي. اتفق معك يا عبد العزيز، اسمح لي بس اكمل. طب استاذ عايد، انا لي سؤال هنا في هذه النقطه لو سمحت. معلش خليني اكمل واتفق او اختلف. لا هذا سؤال مهم والله فيما تفضلت به حضرتك. اسمعني الآن لو كانت الدول الثلاث، إذا أنت مع الشرعية مفروض أنك تكون مع اللي صار علينا الانقلاب. وشال قلبك لأن ذاك انتصر، أنا حبيبي وأحبه، لكن في النهاية قام بانقلاب على الشرعية وغير الوضع. شنو أسبابه؟ هو حر، لا شك ولا ريب بأنه طور قطر تطوير هائل ويستحق كل الثناء والتقدير على ذلك. لكن هناك أمور أخرى دخلت مداخل أخرى علينا أن نناقشها فيما بعد. أما والله يا سيدي أنه التنازلات ليست موجودة في القاموس القطري. عبد العزيز أنت رجل محلل، لست متخذ قرار. متخذ القرار صاحب السمو الشيخ تميم والحكومة القطرية، وهي تعرف مصالح الشعب القطري وتعرف أنه ليس لها المحاضنة الخليجية الخروج بعيدا. يا عبد العزيز ما قبل التنازلات في مواقف أكثر، ليس لها إلا أهلها. سأعود إليك يا أستاذ عبد العزيز حتى يكون الكلام مفهوما للمشاهدين. لكن أستاذ عايد لو تسمح لي بسؤال بسيط فيما تفضلت به حضرتك. لو كانت الدول الثلاث السعودية البحرين الإمارات استنفذت كل الوسائل قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه في مقاطعتها لقطر، ولديها كل الأدلة التي تجعل من موقفها موقفا سليما ولا غبار عليه، لماذا لم تنضم الكويت وسلطنة عمان إليهما وهما دولتان عضوان أيضا في مجلس التعاون الخليجي؟ أليس للكويت هذه الأدلة مثل هذه الأدلة وكذلك سلطنة عمان؟ الكويت من أكثر من تأذى من قناة الجزيرة، ومع ذلك نقول إحنا طبيعتنا نقبل بالتعددية، ورحنا والجزيرة فادتنا أكثر من مضرتنا من بعض الجوانب، بالرغم أن الحقيقة كان هدفها كثير من استضافاتها، خاصة أيام أزمتنا مع صدام حسين كان هدفها الحقيقة إيذائنا. لكن على كل حال الدول تختلف حبيبي
في منظورها، وتختلف أيضا في الضرر الذي يصيبها. أنا أقول لك هذه القضية لو كانت فجأة حدثت لكنا الحقيقة تساءلنا، لكن 2013 2014 ما تم سحب السفراء، ما نجح الشيخ صباح الأحمد بترميم الوضع وإعادته. لماذا تمت إعادة السفراء؟ بموجب اتفاق وافقت عليه قطر. هذا الاتفاق لماذا لم ينفذ؟ لماذا؟ أنا أقول لك لماذا لم ينفذ. لماذا؟ لأنه للأمانة والتاريخ، للأمانة أنا بستشهد بكلام وزير الدفاع الأمريكي ماتس اللي قال في بداية الأزمة أن الشيخ تميم فعلا يسعى للتغيير، ولكن لديه إرث ثقيل وصعب. هذا الإرث هو الحقيقة المشكلة. كيف يتم التغلب عليه؟ هذه حقيقة. أتمنى على الأشقاء الخليجيين الآخرين ألا يضغطوا غطر أكثر من اللازم في هذا الجانب، يأخذوا بعين الاعتبار، يعطونها إشارات أيضا بالأمل، لكن على أخوتنا في قطر أن يبدوا استعدادا لتلبية بعض المطالب. ما فائدة قطر من احتضان هذا العالم الذي يا اما ارهابي يا اما هارب يا اما مستغل. أستاذ عيد، حتى نكون منصفين، يعني هذه قضية لا يمكن وصف كل من تحتضنه قطر أو تؤويه قطر بصفة الإرهابي طالما أنه ليس هناك تعريف دولي محدد ذو ملامح واضحة لمن هو الإرهابي. هذا رقم واحد. رقم اثنان، لكل دولة الحق في أن تحتضن من تحتضن، ونفس الشيء تقوم به الإمارات. الإمارات تحتضن بشرى الأسد أخت بشار الأسد ولم يتحدث أحد في ذلك، تحتضن أحمد علي عبد الله صالح ابن علي عبد الله صالح الذي تحاربونه في اليمن بالمناسبة، ولا أحد يتحدث عن ذلك. لماذا هذا حلال وهذا حرام؟ إذا فرضنا أنها موجودة سيدة وقاعدة ساكتة، زين، ولد علي عبد الله صالح ساكت، طيب. عطني أحد يثير مشاكل على دول الجوار، ما يطلع لي كل شوي ويحرض. هذه قضية يا أخي. احنا شعوب يا عبد العزيز اسمح لي أنا بكلمك يا عبد العزيز، يا احنا شعوب لا زال استيعابنا للديمقراطية محدود. طيب. هذا سؤال وجيه. هذا سؤال وجيه يا أستاذ عيد، أنقله للأستاذ عبد العزيز. صحيح. أستاذ عبد العزيز، القنوات الخارجية حتى الجزيرة ما يجيبونك. أستاذ عبد العزيز، لماذا قطر تؤوي العناصر التي تثير القلاقل في بلدانها وتسمح لهم وتتيح لهم المنابر التي يعني يقومون من خلالها والإمارات يعني داعمين مصر؟ اتركوهم. أظن السؤال وصل. تفضل أستاذ عبد العزيز. أستاذ عصام لو تتركني بس للحظة أرد على الأستاذ عايد. أنا يعني في نقطة جميلة جدا هو ذكرها قبل شوي لما تحدث عن الكويت وقال أن الكويت تأذت كثيرا من الجزيرة، ولماذا لم تدخل الكويت؟ قال يعني كلمة جوهرية وجميلة ونشكر عليها، قال لأن الكويت، وهذا حقيقة يعني حقيقة نعرفها جميعا، لأن الكويت تقبل التعددية، لأن الكويت تقبل الاختلاف في الآراء، لأن الكويت دولة حرة ويسعدها كثيرا أن ترى كل الدول أيضا حرة وتمارس سيادتها الكاملة. تقبلونها في قطر يا عبد العزيز؟ بالعكس، وبالتالي هذا تقبلونها في قطر. وين التعددية عندك؟ اليوم دول الخليج التي تحاصر دولة قطر لا تقبل ذلك. لذلك أستاذ عايد يقول اتركوا دول السعودية والإمارات وشأنهم في مصر، اتركوهم يتدخلون في مصر ويحكمونها من خلال الرئيس السيسي ويفعلون فيها ما يشاء، يدفعون مصر لتقصف ليبيا، يدفعون أنت متدخل في كل الكرة الأرضية. أنا لا أتدخل، أنت من تقول عندما تقول اتركوهم وشأنهم في ليبيا متدخل، في مصر متدخل، في سوريا متدخل، في دول كثيرة متدخل. الله يحفظك، خلينا واقعيين. لا أنا ما قاطعتك، خليني أكمل. تفضل أستاذ عبد العزيز. تفضل. أنا ذكرت لك أرقام، ذكرت لك حقائق، ذكرت لك معاهدات، اتفاقيات، وأنت لم تذكر أي رد على ذلك. كل ما تذكره احتضان، ارتماء، أذكر لك بيانات هذه الدول. أنا ماني مسؤول عن الاتفاقية يا سيدي. عندما تذكر قوائم إرهابية لجماعات إرهابية دولية معتمدة من الأمم المتحدة ليس من بينها أحد في قطر. عندما تتحدث عن أشخاص من الأمم المتحدة مصنفين كإرهابيين ليس من بينهم أحد في قطر. نعم كان هناك أشخاص من قطر وتم تقديم كل الأدلة من دولة قطر ورفع ذلك من خلال المنظمات الأمم المتحدة. المنظمات الموجودة
في القائمة التي أصدرتها دول الحصار لوجدنا أغلب هذه المنظمات شريكة في الأمم المتحدة ومؤسساتها في العمل الخيري والإنساني حول العالم. حتى قائمة الأشخاص الذين ذكروا في قائمة الإرهاب التي أصدرتها الدول، بعضهم فارق الحياة، بعضهم في سجون السيسي، وبعضهم موجودين في السعودية. لك أن تتخيل أن أحد كبار الدعاة وأحد كبار الإصلاحيين الموجودين في قائمة الإرهاب الخليجية يسكن الآن في فندق في الرياض، ويذكر أنه في الدوحة. يبدو أن من أعد هذه القائمة لم يعرف أصلا من هم فيها، ويبدو أنها أعدت في دولة ليست خليجية. وبالتالي عندما نتحدث كويس دليتهم عليه، خليه يروح ولا محللين بالأرقام، بالأدلة، بالوقائع، بالتواريخ، ولا نرمي التهم جزافا كما يفعل البعض في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيره. أعطيتك أرقام وأعطيتك أدلة، رد علي بمثل هذه الأرقام. طيب. عندما تتحدث جماعات أقول لك بلاك ووترز، أقول لك 25,000 جندي مصري حاولوا غزو قطر في 2014 وحاولوا في اليوم التالي من الحصار ما عندك ولا دليل عليهم. وبالتالي أعطني أدلة مقابلة ولا دليل مثل هذه القوات في دولة قطر أو غيرها من المنظمات الإرهابية. طيب اسمحوا لي أعود للاستوديو. أستاذ مصطفى أنا أريد أيضا. أنت ما جاوبت على أي سؤال. أنا سأعود إليك يا أستاذ عبد العزيز. أستاذ عايد سأعود إليك. سأعود إليك لكن أعود للاستوديو. أستاذ مصطفى، السيادة لا تملكها أنت، تملكها الدولة. الدبلوماسية لازم تكون في مرونة. لكن أنا جزء من الدولة. نكون واقعيين. أنت ضمن ثقافة معينة في بيئة معينة، تبي تخرج وتتمرد على هذه البيئة، تحمل النتائج. أستاذ عايد، أنت الآن كنت يعني مع التعددية وكنت تثني على الكويت بأنها تقبل التعددية، لكنك أنت للأسف هالإصرار هذا إخضاع غير واقعية. عندما تقول بأنك في محيط لابد أن تلتزم بما فيه، هذا نوع من الإخضاع غير مقبول في القوانين الدولية حتى والعلاقات الدولية. هذا حديث الليبرالية الخليجية، يعني هم ليبراليين في كل شيء في الخليج إلا عندما يتعلق الأمر بالخلاف مع الحاكم يصبحون ملكيين أكثر من الملك. عايد في الكويت. أستاذ عايد، أنا يعني سؤالي السابق ولم أحصل على جواب عليه حتى الآن، السيناريو الأكثر احتمالا لتطور الأزمة الخليجية في رأيك؟ والله هذا يعتمد يا سيدي على رد إخواننا في قطر ومدى تفهم الآخرين لهذا الرد. الكويت الحقيقة حملت الرسالتين، الرسالة التي بعثتها الدول المقاطعة والرسالة التي ردت قطر. الآن على الكل الحقيقة أن يفكر في مخرج ينهي هذه المشكلة، وأنا أعتقد أنه يعني جل الكرة في ملعب إخواننا في قطر. إذا عطونا أمل يستطيع الحقيقة في عالم السياسة أنك يعني تأخذ ضوء في آخر النفق، ممكن أنك تعمل على أن ينتشر الضوء أكثر. أنا على يقين وأجزم أنه ليس أبدا هناك من يريد أن ينحي قطر أو يضرها. قطر جزء أساسي منا ومن أرواحنا وقلوبنا، ولذلك لا ينبغي إطلاقا أن تتضرر قطر، لكن ينبغي أن تعطينا قطر بعض الأمل حتى يستطيع شخصية كبيرة مثل الشيخ صباح الأحمد أن يلقي بثقله عند الآخرين. مو معقول أنه والله يروح للآخرين وبعض المطالب لم تتحقق. أما إذا البعض في السياسة القطرية أصر على موقف التشدد، فللأسف الشديد سيكون هناك مزيد من الإجراءات العقابية من قبيل ماذا؟ الحقيقة يعني الاقتصاد. أنا السفير الإماراتي لدى روسيا عمر غباش مع صحيفة الجارديان البريطانية قال يتمثل أحد الاحتمالات في فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم أنهم إذا أرادوا العمل معنا فعليهم أن يحددوا خيارا تجاريا، إشارة إلى أن يتركوا العمل مع قطر. وأضاف أن إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي ليس العقوبة الوحيدة المتاحة. في ضوء هذه التصريحات، هل يمكن أن نتوقع غدا بعد اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة الإعلان عن تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي؟ هذا الحقيقة أنا ما أعتقد، مثل ما قال السفير، ليس هو الأهمية. يعني التجميد قد يتطلب اجتماع لمجلس التعاون الخليجي أساسا للنظر في هذا الموضوع، لكن إذا الأغلبية صوتت
ربما الحقيقة تتخذ إجراء. يعني بالمناسبة لا مجلس التعاون الخليجي اليوم ولا جامعة الدول العربية قامت بأي جهد في لا، هذه والجامعة الأزمة. العربية ممكن، والجامعة العربية ممكن قطر تخسر مقعدها فيها إذا أصرت هذه الدول، وخاصة أن هذه الدول معها مصر، وأكيد سوريا متضرر، وإذا عادوها يعني في كثير من الدول صدقني ما راح تضحي بعلاقاتها مع السعودية والإمارات من أجل قطر. أخذها يا إخواننا في قطر لازم يفهمون هذا. ولذلك يعني نقول التالي يا إخوان، إنه عطوا الآخرين بعض الأمل حتى يتم البناء عليه بدون إعطاء أمل. وأنا على يقين وأثق أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني سوف يفكر جديا بإيجاد مخرج من هذا الموضوع. طيب. لأنه لا يمكن أن يضحي بحاضنته الخليجية من أجل بعض الأفراد الذين يعني لأي سبب من الأسباب أو بعض المصالح الآنية، بعض الأسباب التي تراكمت سنة 96. طيب. يا أخي خلاص، 96 تأسس الحكم وارتاحت قطر إن شاء الله. قبل أن أعود على أخواننا في قطر أن يعطونا بصيص أمل، دعني أنقل لك، وعلى الآخرين أن يتفهموا وضع قطر. طيب عليهم أن يتفهموا أيضا. دعني أنقل لك انطباعا كمشاهد ولست كمحاور أو كمدير لهذا اللقاء من ما تفضلت به حضرتك من حديث. يعني جاءني انطباع بأنك أيضا وإن لم تكن تمثل الجهة الرسمية في دولة الكويت مع الدول المقاطعة ضد قطر، لا تقوم بدور الوسيط. نحن نبحث عن وساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، هؤلاء يتراجعون خطوات وهؤلاء يتراجعون خطوات، لكن تبني جهة ضد جهة بهذا الشكل يعني ليس دور وساطة. إن لم تسمح لي أعلق عليك بس. اتفضل. تسمح لي أعلق عليك؟ طبعا تحت. أستاذ اتفضل. أنا سياسي واقعي، أنت سياسي عاطفي، أنت حر في جوانبك العاطفية. أنا لست سياسي بالمرة. أنا سياسي واقعي. لا اسمح لي، خليني أكمل. تفضل يا أستاذ. أنا عاطفتي أقسم بالله إنها مع قطر مثل ما هي مع السعودية، مثل مع الإمارات، مثل ما هي مع الكويت كعاطفة. أما الواقعية فتقول أن هناك 3 دول خليجية محيطة بقطر، أوكي، وغيرها إمداد آخر. لذلك أنا ما بي قطر تعيش في حالة عزلة ومتاعب وأذى وإلى آخره. لا إيران ولا تركيا ولا الأحزاب التي تحتضنها أو تدعمها راح تكون لها معين. صدقني بعد مدة إذا شاف الأوضاع تضاعفت كل اللي يفر ويترك. سأعطيك الوقت ما تبقى من وقت أستاذ عبد العزيز قبل أن أذهب للأستاذ عبد العزيز، لكن دعني بداية أن أنفي مسألة سياسي. أنا لست سياسيا بالمرة، لأن هذه أصبحت تهمة الآن. أنا مجرد إعلامي مسكين أدير لقاء. تفضل يا أستاذ عبد العزيز. علق. يعني أنا فقط دعني أولا يعني أصحح جانب قانوني في الحديث الذي دار قبل دقائق عن إمكانية تجميد أو طرد قطر من منظومة مجلس التعاون. هذا غير صحيح ولا يمكن إلا من خلال الإجماع. هذا موضوع يتغلبون عليه يا عبد العزيز، يتغلبون. نعم. وبالتالي لا يمكن اجتماع الغد أن ينتج عنه تجميد أو طرد قطر من مجلس التعاون. لا يمكن للأعضاء غدا، يمكن للدول الثلاث غدا أن تقرر هي الخروج من مجلس التعاون، لكن لا يمكنها أن تخرج قطر. بالنسبة لقضية التصعيد مع قطر وبالنسبة لقضية الاقتصاد، وأتمنى بعد أن أنتهي وقبل نهاية البرنامج أن يأتيني الأستاذ عايد بدليل أو رقم أو مثال على ما يقول من احتضان قطر لتنظيمات وأشخاص وغيرها. بالنسبة لموضوع الاقتصاد، هذه بيانات الحكومات الخليجية كذابين يعني. أستاذ عايد يا عبد العزيز، لأن وقت البرنامج انتهى وحق الأستاذ عبد العزيز أن يرد الآن على ما سبق. تفضل أستاذ عبد العزيز، معك دقيقة ونصف. طيب، بالنسبة للعملية الاقتصادية ومساومة الدول، هذه النبرة اختفت تماما بعد تصريح السفير. لماذا اختفت؟ لأن الرد جاء فوريا من اليابان مثلا، عندما قال رئيس الوزراء في اليابان أنه يتطلع إلى تعزيز الشراكة الكاملة مع الاقتصاد القطري. اليوم رئيس مؤسسة قطر للبترول أعلن أن قطر ستزيد إنتاجها إلى 6 مليون برميل يوميا، ومن 77 مليون إلى 100 مليون طن من الغاز الطبيعي سنويا. وبالتالي كل هذه التأثيرات الاقتصادية لن يخسر فيها إلا الجميع. إذا اتخذت الدول قرارات مثل ذلك اقتصاديا فهي التي ستخسر كما ستخسر قطر، لأن أيضا قطر لها علاقات اقتصادية، لها استثمارات وقادرة على الضغط في أي دولة من دول العالم.
نعلم في النهاية أن كل هذا الخلاف، نعلم جيدا أن كل هذا الخلاف لا أساس له من الصحة ولا أساس له سوى أن قطر رفضت في التبعية الخليجية ودعم النظام في مصر، سوى أن قطر رفضت المشاركة في حفلة توزيع الأموال على ترامب. كل هذا هو الأساس للخلاف الخليجي. أما حديث 20 سنة و2014 وعدم تنفيذ الدوحة، يا سيدي باختصار شديد لو قلت لك أن 3 مطالب، مثلا إغلاق الجزيرة يخالف القانون الدولي وحرية الصحافة وحرية التعبير في كل المنظمات الدولية. فكرة أنك تجبرني على قائمة إرهاب تقوم أنت بإصدارها، والمضحك أنك تقول وكل قائمة مستقبلية تصدرها هذه الدول، هذا معناه أنك غدا أي شخص لا يعجبك في دولة قطر يمشي في الشارع قد تضعه في قائمة إرهاب، والدوحة مطالبة بعقابه لأنك تطالبه بوضعه في قائمة إرهاب. مثال ثالث، أنت تقول على الدوحة أن تتوقف عن العلاقات المتميزة مع إيران، وأحد الدول المصدرة لهذه المطالب هي كررتوا هذا الحكي لما شبعتوا، يبا خلوكم مثلهم، خلوكم مثلهم. طيب الحقيقة يعني الوقت انتهى على كل الأحوال. نحن لسنا مثل أحد، يعني نتمنى أن يتم بهذا الصدع بأقرب وقت ممكن، وأن يزول الخلاف بين كل الدول العربية والإسلامية. يعني هذا هو المستهدف وهذا هو المطلوب بإذن الله تعالى. في نهاية هذه الحلقة أشكر ضيوفي جزيلا من الدوحة الأستاذ عبد العزيز آل إسحاق الإعلامي القطري، وضيفي من الكويت الأستاذ عايد المناع الكاتب والإعلامي الكويتي. شكرا جزيلا.